السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا الحلقة العاشرة من صفحة من تاريخنا. احنا في صفحة من تاريخنا دي بتعتبر الحلقة الأخيرة من سلسلة صفحة من تاريخنا اللي هي الحلقة العاشرة، واللي اتكلمنا من خلال هذه الحلقات كلها عن فترة حاسمة من تاريخ مصر، الفترة من عام 1967 لحد 1973 لحد معركة العبور العظيمة لحد حرب أكتوبر. اتكلمنا عن أهم الشخصيات اللي ظهرت في تلك الفترة واللي ساهمت بمجهود كبير في هذا الانتصار. وطبعا مهما اتكلمنا احنا محتاجين كتب، يعني في العشر حلقات دي مش هنقدر نقول ان احنا غطينا كل الابطال اللي ظهروا في الحرب، انما اتكلمنا على معظم من اظهروا بطولات رائعة في هذه الحرب. النهاردة بنتكلم على شخصيات تانية. من هذه الشخصيات غنيم بيسموه بطل الزوارق الحربية. مين هو غنيم؟ او ايه قصة غنيم ده؟ وايه البطولات اللي حققها غنيم ده في هذه الحرب؟ لازم نفهم حاجة كويس قوي 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 زي ما قلنا قبل كده. اولا نعرف غنيم دون بيسموه بطل الزوارق الحربية. واحد من قادة البحر، قاتل باللانش الخاص به مدة 90 دقيقة متواصلة، شغال بلانش بيحارب بيه العدو، شغال في الضرب. العدو اطلقوا عليه حوالي 12 قنبله من طائرات الفاندو. يعني شوف الطيارات الاسرائيليه اطلقت على اللانش بتاعه حوالي 12 قنبله من طائرات الفاندو، الا ان الراجل حاول يناور العدو، يعني يهرب منهم وبرضه يضرب ومشترك في المعركه. استمر في المناوره معهم الى ان لقى اخيرا الشهاده. غنيم اطلقت عليه صحافه اسرائيل اولا، واطلقت عليه صحافه العالم الغربي كلها فارس البحرين، ويقصدوا طبعا البحر الاحمر والبحر المتوسط. ليه كده؟ زي ما قلنا واحد بلانش واستطاع يناور فرقه كامله من فرق العدو. صحيح استشهد في النهايه، لكن بعد ما كتب بدمه تاريخ وساهم بجهد كبير في نصر لمصر كلها. ده غنيم بطل الزوارق الحربية. غنيم اللي زي ما قلنا أطلقوا عليه سادة مع زملائه اسم سادة البحرين الأحمر والمتوسط، أطلقوا عليه بطل الزوارق الحربية أو بطل الزوارق البحرية الحربية. بنسيب غنيم وننتقل لشخصية تانية من الشخصيات برضو المهمة في هذه الحرب، وبرضو خاصة بمعارك البحر، وهو السرساوي او بيقولوا عليه شريف السرساوي. عمل ايه شريف السرساوي ده؟ او ليه كان او استطاع انه يكتب اسمه باحرف من نور في تاريخ مصر الحربي وفي تاريخ البطولات المصرية في حرب اكتوبر؟ احنا لما بنتكلم على شريف السرساوي زي ما بنقول هو بيعتبر بطل صواريخ البحر. مدون اطلقوا عليه هذا الاسم ليه؟ اظهر بطولات فائقه في حرب اكتوبر سنه 1973، وبرضه اظهر بطولات في مواجهته في لانشات مع لانشات العدو. كان الراجل ده ما بيهموش حاجه، كل اللي يهمه انه يحقق نصر لبلده. حياته دي كانت اخر حاجه بيفكر فيها. يبقى شريف السرساوي ده بطل صواريخ البحر زي ما قلنا، نال الشهادة أثناء مواجهته بلانشات العدو بعد أن أظهر بطولات فائقة. أحرقوا اللانش الخاص به في وسط البحر، احترقت يده قبل الشهادة وهو يحاول أن يطفئ اللانش الخاص به، عايز يطفي النار اللي في اللانش عشان يكمل الحرب. إيده اتحرقت، ورغم ذلك استطاع أن يواصل القتال، ولكنه انتهزوا الفرصة وتمكنوا منه. يبقى انتهزوا فرصة انه مش قادر بقى يسوق اللانش كويس عشان ايده كلها اتحرقت، وتمكنوا من ان هم يصطادوا شريف السرساوي ويموت شهيدا بعد ان سجل باحرف من نور بطولات فائقة في عالم البحار وبالنسبة لحرب اكتوبر. وبيعتبر شريف السرساوي مثال لكل
القادة البحريين والكل من هو في البحرية المصرية. الكل يعرف كويس مين هو شريف الشرشاوي، وازاي الراجل ده في وسط البحر اللانش الخاص بتاعه اتعطل في معركة، اصابته النيران، حاول يطفي اللانش، ايده اتحرقت، حاول مرة تانية يشترك في الحرب. شوف الإصرار، شوف العزيمة، ولكنهم في النهاية استطاعوا أن يقضوا عليه ومات شهيدا ليكتب اسمه بأحرف من نور. احنا هنا في الحلقة العاشرة دي زي ما قلنا، إذا كنا اتكلمنا على غنيم واتكلمنا على شريف الشرشاوي، زي ما قلت في أبطال كتير قوي قوي في تاريخ مصر، وبرضه خاصة بحرب أكتوبر، لكن احنا ذكرنا بعضهم ممن هم أظهروا بطولات وتحدث عنهم العالم وساهموا في انتصار مصر العظيم في حرب أكتوبر. واللي نقدر نقوله هنا، رحم الله أبطال أكتوبر جميعا، رحم هؤلاء الأبطال الذين سجلوا لمصر نصرا كبيرا، الذين من أجل بلادهم استشهدوا ونالوا الشهادة العليا عند الله سبحانه وتعالى بعد ما حققوا أعظم انتصار لمصر في تاريخها الحديث. أرجو أن الحلقات العشرة دي تكون أعجبتكم، أرجو أنها تكون قدمت حاجة جديدة، أرجو أنها تكون بالنسبة للجيل الجديد أفادت بكثير عن أبطال وشهداء حرب أكتوبر العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.